بسم الله الرحمن الرحيم. وتحليل مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا واللي انتهت بفوز الزمالك بهدف مقابل لا شيء، واللي فيها أوسوريو فاجئنا كلنا بطريقة لعبه مختلفة 4-1 وأفكار وحاجات جديدة وحاجات غريبة، وأنا أحب الحاجات دي. أفكار وتوظيف لعبه مختلف وتحركات وتحليلات، هي دي بالنسبة لي كرة القدم وحلاوة ومتعة كرة القدم. وعشان تعرف هذه المتعة اعمل لايك للفيديو واشترك في القناة، وكمان فعل علامة الجرس. ونبدأ كالعادة نصلي على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. كالعادة نشرح الأول على السبورة. أوسوريو كان بيلعب 4-1 كان رؤى شيكابالا، يمكن حتى خلينا هنا أفضل واضحة. أدي الجزيري وادي يوسف سمنبيه نضاي زيزو وشيكابالا ورا رؤى 4-1 واضحة بشكل صريح جدا. هنا الفكرة بقى ان لاعب كمان عمل تركة او فكرة كده كان عاوز ينفذها. هو هنا بيلعب باربعة بيهاجموا، ففي كثافة، ده حتى مقابلها مغامرة دفاعية، بس لازم يبقى فيه تحركات سليمة عشان اقدر بالكثافة دي اوجد مساحات اشتغل فيها. فالقصة انه اللي اعتمد عليها بشكل كبير فكرة ايه؟ الاتنين اجنحة نضاي يوسف سمنبيه بيفتحوا الملعب للاخر، بياخد معاهم الباكات، اما بيسحبوا الباكات يدخلوا لجوه يضموا، يسحبوا الباكات لجوه فيفضوا المساحه دي، او من تحت هنا يسحبوا باكات. المهم انه بيعلق الباك معاه ويفضي مساحه هنا، وفي نفس الوقت شيكابالا وزيزو اللي هم موجودين في عمق الملعب يبداوا يسيبوا المساحات اللي هنا ويدوروا على المساحات اللي ورا الاجنحه. فيبدا مثلا نضاي يحجز مع محمد شكري في المنطقه دي ويسحبه، يقوم زيزو هربان متحرك للطرف اليمين، او يوسف سمنبيه بيتحرك لجوه ياخد معاه احمد رمضان بيكهام، وشيكابالا متحرك للطرف الشمال. هي دي القصه. وكانت الفكره ان عاوز يوجد مساحات موجوده ورا الاثنين الاطراف او الاثنين الباكات باستخدام فتح الاجنحه ثم تحركات من العمق شيكابالا وزيزو الى منطقه الطرف. فكره كويسه. وخلينا نتفق واحنا في بدايه القصه مع أوسوريو، بلاش فكره ايه نجحت ما نجحتش، يعني فكره حلوه نجحت في حاجات وحاجات ما كانتش مؤثره، فبلاش نقيم دلوقتي. بس خلينا بنشرح الواقع اللي بيكون موجود وايه اللي كان عاوز يستخدمه أوسوريو. فدي القصه اللي كان عاوز يستخدمها أوسوريو. كان ليها حاجتين قلقت حتى الناس كلها وخرجت قالت ايه يا عم في ايه هنلعب قدام الاهلي كده ما ينفعش، هنجيبها. بس الاول ناخد الحالات بتاعه القصه دي ونشوف الشغل بتاعها ايه. ادي عندك مثلا نضاي مع محمد شكري، دايما الكوره بتحطها مع الجناح، يبدا محمد شكري قدام نضاي هيبدا ياخده، زيزو هنا في منطقه العمق يبدا يسيب منطقه العمق ويدور على المساحه اللي ورا محمد شكري. عشان كده واو حاجه برضو اقولها كمان، انك لما بتروح لطرف من الاطراف بيبدا الجناح العكسي يضم لجوه كمهاجم تاني. يعني هتلاقي مثلا لقطه من اليمين يوسف سمنبيه موجود مهاجم تاني مع الجزيري، او اللقطه جت من الشمال يبقى نضاي مكمل مهاجم تاني برضو. ودي حتى من الماتش فات قلناها انك بتحاول تعمل كثافه، لما قلنا انه كان بيخلي مصطفى شلبي يدخل لجوه، فلما بتعمل عرضيه بقى في كثافه كبيره موجوده. زي لقطه الهدف هنا كان نضاي والجزيري ويوسف سمنبيه الثلاثه موجودين جوه ال 18 كثافه، ودي حاجات كانت مفقوده تماما في الزمالك الفترات الاخيره. يبدا زيزو يدور على المساحه ورا محمد شكري، شوف يبدا يتحرك اهو، انت عطلت محمد شكري بن ضاي، يبدا زيزو يتحرك وراه، استلم منه الكوره. لو كان ظبط العرضيه هتلاقي يوسف سمنبيه الجناح العكسي ضم جوه مع الجزيري، بس يمكن لحق قطع قبل الكوره لاعب سيراميكا كان عمل عرضيه، كانت تبقى هذه اللقطه المكتمله اللي انت بتتكلم عنها. وخد بالك في كمان الشوط الثاني تعديله حصلت فيها كمان. ادي عندك يوسف سمنبيه هيستلم الكوره، ده مين؟ في الاول كان شيكابالا، يبدا شيكابالا يدور على المساحه، نزل تحت يدور على المساحه اللي ورا يوسف سمنبيه، لما نزل لتحت استلم في المساحه دي يوسف سمنبيه من الطرف هنا قام فضل يتحرك للعمق عشان ياخد مع احمد رمضان بيكهام، لو فكره هسحب الباك لجوه وافضي المساحه لشيكابالا اللي جه من العمق للطرف هنا، فتبقى النتيجه انها دخل يوسف سمنبيه سحب مع رمضان بيكهام، شيكابالا بقى فاضي لوحده، حطيت له الكوره قدر يعمل عرضيه شيكابالا. هتلاقي نفس اللقطه هي الفكره اللي كنت طبعا نضاي هنا يمكن كان ايه دخل متاخر شويه، بس كان بينفذ نفس الفكره ان انا ادخل اضم كمهاجم، بس يمكن اتاخر فيها لحد ما. الشوط الثاني في بعد كان مختلف موجود هنا مهم جدا، ودي ممكن تكون من السلبيات شويه، ان نيمار بقى هو باك يمين مكان المسلوسي، ونيمار ده راجل هوبا بينط قدام كانه جناح، فبالتالي مهم جدا في الطريقه دي لان انا بفضي المساحه الفاضيه هنا، فبالتالي محتاج ناس كتير يتحركوا فيها. ممكن زيزو مش كل مره يبقى عنده الفرصه يتحرك هنا، فنيمار لما نزل بقى عنصر اساسي ان هو مع نضاي بقى بيشتغلوا في المنطقه دي، ودي النقطه اللي كانت مفقوده في وجود المسلوسي، ودي كانت نقطه سلبيه الاولاني ان المسلوسي وحاتم سكر الاثنين ما بيساعدوش في الطريقه دي، مع ان فرصه كبيره جدا ان انا اخترق بيهم الاطراف طالما انا بفضل المساحه اللي ورا الباك. ودي كانت الميزه اللي عند نيمار لما نزل وحسينا بفرق كبير. ادي
نضاي ياخد محمد شكري، خلاص يبدا نيمار يتحرك ياخد المساحه اللي وراه، يتحرك نيمار المساحه اللي وراه، خد الكوره عمل عرضيه جت ليوسف اسامه نبيه حطها اللي شالها محمد بسام بشكل خطير جدا. ادي كمان واحده بالشوط الثاني بشكل مختلف برضو، نضاي سحب محمد شكري معاه فسحبه الاخر عند الخط، فبالتالي انت وسعت الملعب، بقى فيه مسافه وراه او بينه وبين المدافع، بس في منطقه هنا اللي دايما طول الوقت انت بتدور عليه، يجي زيزو من العمق ما بيشتغلش بالعمق، بسبب منطقه العمق ويدور على المساحه اللي عند محمد شكري، يتحرك هنا ياخد الكره من نضاي يعمل تصويبه هتلاقي عند المنطقه اللي عند محمد شكري، وتحرك من هنا الى منطقه الطرف اللي يمكن جت جنب القائم وكانت خطيره. فدي كانت فكره اللي هو ايه حلو، يعني انت بتحاول توجد حاجه، اهم حاجه تبقى بالنسبه لك تقول عليها حلوه ان في تحركات. فطبعا جوده اللعيبه مش طول الوقت مساعده، نضاي مش افضل حاجه، يوسف اسامه نبيه مش افضل حاجه، فشيكابالا برضو فيها مش افضل حاجه، فخلينا نتفق يعني، بس انك بتحاول توجد لعب جماعي بين الحاجات. انا يعني احنا بقالنا شهور طويله ما بطلعش اي افكار من الزمالك خالص، فبالتالي حاجه كويسه اللي بيشتغل، بلاش نقيم بقى حلوه ولا وحشه، ناخر ونخلي الفكره دي شويه كده. طب كان في حاجات تقلق، حاجات صعبه. اول حاجه فكره بدايه الهجمه، هنا ازاي هو بيبدا الهجمه، شيكابالا وزيزو كان بيكونوا متعلقين مع الثلث الهجومي نضاي ويوسف اسامه نبيه، فبالتالي كان دايما بدايه الهجمه الاربعه مدافعين ومعاهم رؤى لوحدهم. لما كان سيراميكا ما بيضغطش كان بيطلعوا لقدام، هنا عندهم الحريه ان يروحوا الكره بوشهم، فبيكملوا بيضربوا كام يارده لقدام، فبيقرب من الثلث الهجومي. فبدايه الهجمه رغم انها برده فيها مشكله وفي كرات طوليه اتلعبت كتيره بس اقرب شويه، بس المشكله بقى لما كان سيراميكا بيضغط يبدا تلاقي بقى الزمالك الاربعه بتوعه دول ورؤى يبداوا الهجمه من ورا، هنا ما بقاش من قدام عشان هم مضغوطين، وزيزو والجزيري ما كانوش، وزيزو وشيكابالا ما بيرجعوش ورا معاهم، فبقت الفجوه بينهم وبين التلت ده بقت كبيره جدا. فبدا هنا والزمالك بيخرج بالكوره في مشكله، وطبعا بنتكلم عن 4 ورؤى 5، ولا واحد عنده يعني المسلوسي الى حد ما، بس ما حدش مميز في الخروج بالكوره، فبالتالي بقى كل مره لما بدا يضغطوا عليك اجي اطلع بالكوره اضطر العب كره طوليه، ودي كانت ازمه كبيره كان محتاجه ان، وبالاخص انا بتكلم عندي شيكابالا اللي انا برضو شخصيا مختلف شويه. اسوريو بعد المباراه قال انا معجب جدا بشيكابالا، ابهرني في مركز رقم 8، معرفش هو بيقول كده عشان يدافع عن فرقته او يعني لعيبته ده حق ولا ايه، بس انا مش شايف ان شيكابالا كان مميز خالص، فتقصير شيكابالا كان مع زيزو شويه، بس شيكابالا بالاكتر فكره ان انا انزل شويه عشان اساعد فرقتي، فدي كانت نقطه صعبه. ادي عندك مثلا هتلاقي رباعي الدفاع ورؤى لوحدهم في المشهد، هتلاقي زيزو وشيكابالا موجودين قدام. سيراميكا بدا يضغط، فبدا الزمالك يبدا الهجمه متاخر من ورا، فالمسافه بينه وبين الناس اللي قدام بقت صعبه، مفيش حتى مثلا جناح قريب ممكن اسلمه، بقت صعبه جدا، فتلاقي خلاص بقى في لخمه، رجع الكره الونش حطها لصبحي، اضطر يلعب كره طوليه اتلعبت كتير. بص حتى هنا ما كانش شيكابالا، هتلاقيه مع الجزيري تحتيه، وهنا زيزو، والهجمه اصلا كانت يعني بادئه من ورا. شوف الفجوه الكبيره، وانت مع يعني ممكن الطريقه تنفع دي لو في قدرات مدافعين وسط ملعب افضل شويه، بس لا، ما لازم ينزلوا يساعدوني، مش هينفع يكون شيكابالا موجود قدام في 4-1 او زيزو موجودين قدام، لازم يرجعوا، وهتلاقي فجوه كبيره موجوده. كره طوليه اتقطعت الكوره، في كرات طوليه كتير اتلعبت، نفس اللقطه سيراميكا ضغط من قدام، فاضطر الزمالك يبدا الهجمه من ورا، شوف من عند خط المرمى، كل هذه المسافه شيكابالا موجود هنا، لا فيش اي مسانده، واي واحد من ال5 اللي ورا دول هيحتاس بالكره مش هيبقى عنده ازمه. وهنا برضو رؤى عنده حاجه لاحظتها اكتر من مره، لما حد يكون زميله معاه الكوره ما بيحاولش يوسع، يعني ايه ياخد يعني ايه يفتح زاويه عشان يستلم بيها الكوره، لا بيقوم واخد اللي معاه الرقابه ويروح يكبس عليه، لان انا فاكر ان انا في ماتش قلت نفس الفكره، فبالتالي هو بيقفل عليه وعلى زميله. هنا رؤى مثلا خد الراجل ده معاه وراح كبس على عبد الغني، بقى هو ده مش متاح وعبد الغني مش متاح، كان ممكن هنا مثلا يحاول يفتح هنا، لو عبد الغني استلم ممكن يسلمه هنا، يعني بحس دي نقطه عنده كده، فبالتالي اتزنقت، حطها رؤى، حطها المسلوسي، حطها عبد الغني، اضطريت كرات طوليه، وكل ده مفيش اي مسانده، يا دوبك زيزو نزل شويه ومعاه واحد مراقبه. هنا شيكابالا لازم تنزل، ما ينفعش هسيب الناس تحتس ورا فالعب كره طوليه فتطلع اوت. كمان لقطه برضو عندك برضو ال4 مدافعين ورؤى لوحدهم فقط، واضح جدا المشهد، فلما ضغط عالي بدات العب الكره، ابدا الهجمه متاخر جدا، رؤى حطها لحاتم سكر، اضطر يلعب كره طوليه. حتى هتلاقي برضو يعني ايه شيكابالا في اخر المشهد ظهر
بس ظهور يعني في خجل شويه ومتراقب. كره طوليه اتقطعت الكوره، فدي كانت وراحت في الاخر لسيراميكا. فدي نقطه ايه في 4-1 مع شيكابالا. لا تعمل لي ازمه ان ايه النقطه دي عشان برضو الامان. بعديها بدا اوسوريو الشوط الاولاني في كذا لقطه يخلي شيكابالا بينزل مع بدايه الهجمه. دي اللقطه دي بدايه الهجمه، نزل شيكابالا وحاتم سكر بيطلع قدام شويه. دي ماشي انه بدا يشتغل عليها، بس يعني الواقع ما تصلحتش. شيكابالا صعب يديك فكره انه ينزل يستلم من تحت هو اللي يخرج لك الكوره وبعد كده يكمل لقدام في هجمه وبعد كده يرجع تاني يساعد معاك. خلينا نتكلم بصراحه صعبه بدنيا وفنيا، ما بقتش تسمح. فانا يعني حتى لما حصلت بدا ينزل شيكابالا ما عملتش تاثير، ما حسنتش القصه. فبالتالي دي برضو من الحاجات اللي تقلقك في وجود شيكابالا في هذه النقطه. طب حاجه تانية دفاعيا كانت واضحه جدا انها فيها مشكله، لان بنتكلم هنا عن ان رؤى لوحده، فبالتالي لازم المسانده من شيكابالا وزيزو تكون واضحه جدا. والمشكله ان سيراميكا لما بدا بقى بعد الهدف يشتغل باي لاعب ياخد الكره يستلمها هنا دايما يستلم وشه الملعب الزمالك وعنده مسافه كبيره راحه ان ممكن يختار وينق ويباصي، محدش كان بيضغط او يخليه مثلا يضطر يلعب كره متوتره او يتسرع في التمريره او يضطر يدي ظهره للملعب عشان يحافظ على الكوره. وبالاخص برضو وانا مش متحامل خالص، انا يعني بجيب اللي قدامي، كانت برضو عندي شيكابالا وده طبيعي بحكم السن برضو، يعني ما فيهاش مشكله. ادي عندك مثلا المدافع ده عدى من الجزيره خلاص، خرج بره الضغط بتاعه. المفترض اول ما يعدي وبدا يطلع قدام مين اللي قابله؟ شيكابالا. يطلع مقابل الراجل ده قافل عليه مخليه ما يقدرش يلعب بالكره لقدام. الراجل ده كمل وضرب لقدام، شيكابالا ما تعاملش معاه. فبالتالي الراجل ده الملعب في وشه، عنده مساحه فاضيه يقدر ينقي براحته، يعني حتى ما يطلعش كره متوتره او متسرعه. فلعب الكره مثلا ميدو جابر في ثانيه نقل نفسه عند ال 18. ادي مثلا الراجل ده محمد ابراهيم مع الكوره هنا، مثلا رؤى اتحرك للطرف اليمين فشيكابالا دخل مكانه في العمق. ده صح جدا، صح جدا 10/10. بس محمد ابراهيم لما يسلم كناريا الكوره هنا لازم شيكابالا يبدا يطلع، ان بالاخص في اللقطه دي رؤى كان بيرجع لورا، بيرجع لمكانه رقم 6. فلازم شيكابالا كان يوم طالع متعامل مع كناريا. بس تلاقي لما كناريا استلم وعدل وبص وخد القرار، شيكابالا لسه رايح بعيد عنه. هتلاقي كل لاعب من سيراميكا ما فيش ضغط، يعني انا قدامي في متر 2 متر حتى باخد نفسي وبنقي وبختار. فيلعب الكوره مثلا في العمق هنا اتنقلت نقله خطيره برضو، كانت يعني عامله شويه تعجيز شويه من عند شيكابالا. هنا مثلا ميدو جابر في الناحيه دي ناحيه شيكابالا الموجوده، لما يبدا يخترق له جهاز شيكابالا يقابله يتعامل معاه يمنعه يقف قدامه. استلم ميدو جابر ودخل قطم لجوه، شوف المسافه بينه وبين شيكابالا ما تعاملش معاه عمل بينيه. لو كانت كملت راحت لصلاح محسن كانت ممكن تبقى خطيره. هنا مثلا رؤى راح في الطرف اليمين مال مع زيزو، شيكابالا افترض يقوم قاطع مكانه هنا عشان يغطي في المنطقه دي على ميدو جابر، برضه ما اتحركش معاه. فلما استلم ميدو جابر لا رؤى لحق يقابله ولا شيكابالا يقابله، فالراجل بقى فاضي. فبالتالي بقى عنده القدره انه يحط بينيه خطيره جدا كانت ممكن تكون فرصه لسيراميكا. ده الواقع الموجود، ان يعني ايه 4-1 بالاثنين وسط الملعب بيتشعلقوا قدام مع الاثنين الاجنحه يعني بالطريقه دي مع وجود شيكابالا صعبة شوية، محتاجة ان حد يبقى يرجع زي ما قلنا في بداية الهجمة وبيدافع بشكل مميز وبيساعد في الناحية الهجومية عشان تكمل الشكل، عشان دي عملت أزمة ومشكلة شوية عند الزمالك فيما يتعلق بهذه الطريقة. عشان كده ما اعتقدش خالص، يعني انا مش متفق اولا مع تصريح اوسوريو ان شيكابالا كان افضل حاجة في مركز رقم 8، وما اعتقدش ان هيلعب بهذا الشكل او بهذه نفس الاسماء قدام الاهلي في مباراة السوبر. اذا اتلعبت ما اعرفش بيقولوا انسحاب وبتاع، يعكننوا علينا ويبوظوا علينا الماتش، مش عارف، ربنا يهدي الجميع. يعني ده ختام التحليل. في اخر سؤال الحلقه، ما رايك في انطلاقه وبدايه اوسوريو مع الزمالك؟ شايف ان مفيش اي حاجه جديده؟ شايف ان في تحسن بس لسه بدري قوي؟ ولا شايف ان في تحسن ملحوظ؟ اعمل لايك للفيديو واشترك في القناه، وقبل اي حاجه خلينا دايما في الشبكه.